انتوا تنشكوا يا بعدة. وما مالهم هم؟ دفعوا لي ثمن المأذون؟ حد دفعني ثمن المأذون؟ رجل واحد عن شعوره. انا عايز اقول لكم ان جوزي ده عنده بدل الشقة 2. قسما بالله العلي العظيم ما بكذب. جوزي عنده شقتين واهله مبسوطين ومقتدرين، وجوزي عنده عربية اللي هي ال7 راكب اللي هي بتاعت المشروع دي بتاعته. مين بيصرف في البيت؟ اولا انت شخص حشري، بس انا هرد على سؤالك. الحقيقة لما يبقى فيها تفاهم ما فيهاش حاجة ان الست تدفع جزء في البيت، لان ده شاب واتجوزني معايا 3 اطفال. فهل من المنطق ان اخليه يشيل ولادي في المصاريف؟ لا، لان انا ست بفهم. هو ماله؟ هو ليه هو يشارك يشيل ليلة ولادي؟ لكن لو انا مقتدرة اشيل معاه ليلة ولادي. لكن هو يشيل مين بقى؟ هو بقى يعني فلوسه، هو شغله، هو يشيلني انا عشان انا مراته. فهمت؟ يعني هو يشتغل ويجي يديني المصروف ليا انا مش لولادي. ولادي دول مسؤولين مني انا، لان والدهم المحترم مش موجود، فانا اشيل ولادي على راسي. والمفروض الاصول انا ما فاهمها لكش، المفروض انت تبقى فاهمها. يعني سؤال زي كده ما يتسالش، بس انا بجاوبك. يبقى ولادي في رقبتي وعلى راسي، انا اللي اشيلهم عشان زوجي طليقي المحترم مش موجود. راجل الله يمسيه بكل خير، طليقي ده انا ما شفتش منه حاجه وحشه، بس اختلفنا عادي، وربنا يديله الست الاحسن مني. يمكن انا كنت مش كويسه معاه. لا مش الله يرحمه، ربنا يديله الصحه، موجود ربنا يحميه. خلي بالكم انا ما بطيقش عليه كلمه وحشه من حد غريب. انا يمكن اختلفت معاه وتعاركت مع طليقي ده، لكن انا ما اقبلش حد يقول عليه كلمه وحشه، لان انا ما شفتش منه حاجه وحشه. الله يديك الصحه يا ابو جاسر ويخليك، واسمك دايما مسمع. اما بالنسبه ليا فمرحله انتقاليه. ربنا كرمني بشخص محترم، حببني، حبب ولادي. اولا ما كانش يعرف ان انا ام جاسر اصلا، يعني في الحقيقه ما كانش يعرف ان انا ام جاسر. فلما اتعرف عليا وعرف مين شخصيتي واشتغلنا مع بعض انا وهو في شغل، فشاف شخصيتي الحقيقيه مش الفيديوهات. لا ما كانش يعرف ان اصلا انا ما عنديش فلوس عشان يعرف ان انا معايا فلوس او معيش. بس انا عندي كلمه الستر والحمد، يعني بقول الحمد لله مستوره.